بسم الله الرحمن الرحيم. متابعي الاعزاء، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير وصحة وسعادة. طبعا الجو الساقع اللي احنا فيه ده، لو احنا بردانين، لو احنا جعانين بالليل واحنا سهرانين، هنعمل حاجة سريعة وخفيفة. هنحمر شوية مكرونة بطريقة جميلة، وطبعا هتدفينا في الشتاء، وطبعا هي سهلة جدا. طبعا معايا قطعة من الزبدة او السمنة على النار هتسخن. نزلت بكوباية كبيرة مكرونة، طبعا ده بعدد افراد يعني اللي هم محتاجين ياكلوا، لان المكرونة بتبقى جميلة قوي وهي طازة. لما بتقعد طبعا لا ما بتبقاش حلوة. فطبعا انا نزلت بيهم كده، دي كوباية كبيرة. حمصتهم، طبعا لازم مكرونة بتتحمص كويس. وهنزل فوق منهم ببصلة كده متقطعة بالشكل ده، وبقلبها حبتين بحيث ان يعني ريحتها كده تنتشر. وكمان معايا هيبقى فلفل، فلفل الوان، فلفل احمر، فلفلاية اخضر، تبع الموجود عندي برضو. وطبعا دول متقطعين صغير زي كده. ونزلت بعد البصل بالفلفل، قلبت كويس جدا. هيبقوا معايا ريحتهم جميلة قوي. وطبعا هيتقلبوا، يعني يا دوب يتبلوا بسيط قوي، يعني ما يوصلوش لدرجة الغمقان. كفاية قوي كده. نزلت طبعا بالمية اللي هي هتسوي فيها المكرونة. دي كوباية بس، انا شايفة ان هي صغيرة، يعني محتاجة شوية كمان. فكده الكمية مناسبة. طبعا قلبت كويس. طبعا ملح وفلفل. هنزل بشوية ملح ومعاهم فلفل طبعا. بيدوا طعم حلو الفلفل مع المكرونة. هتبلهم طبعا، وطبعا غطيتهم. بمجرد ما غليوا هنهدي النار يستووا عادي، مكرونة عادية جدا. بس هي تبقى زايدة فيها الخضار. لو عندي حتة لحمة مفرومة مفيش مشكلة طبعا، احطها معاهم، هتجملهم قوي وهتخلي طعمهم احلى. طبعا هما كده كويس قوي استووا. نزلت بيهم كده في الشكل الجميل ده. طبعا بتبقى لذيذة ودافية وبتدفينا في الشتاء وجميلة قوي، يعني هتسد جوع الليل. وألف هنا وشفا، يا ريت تجربوها، حاجة سهلة وسريعة. وألف هنا وشفا اللي يجرب. وما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناة، هكون سعيدة بيكم جدا. وفي رعاية الله